نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. في فرق بين حاجتين، الفراغ والراحة. خليني أقول لك من غير لف ودوران إن كل المحتوى اللي بيقول لك إن مشكلتك إنك بتضيع وقتك في الحقيقة بيكذب عليك، مش لأنك ما بتضيعش وقتك فعلا، ده موضوع تاني خالص، بس لأن تضييع الوقت مش هو المشكلة، ده موضوع تاني خالص جدا نبقى نتكلم فيه وقت تاني. المشكلة في الحقيقة أعمق من كده بكتير ومحدش بيتكلم عليها قوي لأنه مش هينفع أبيع لك الفكرة في فيديو قصير على السوشيال ميديا، ولكن أسهل أقول لك أنت بتضيع وقتك، فتعالى أقول لك أنت إيه مشكلتك. وعشان نبدأ نفهم المشكلة دي محتاجين نرجع لجملة عمرها 1000 سنة اتقالت الحقيقة في زمن لا كان فيه موبايل ولا تطبيقات ولا منصات مشاهدة ولا سوشيال ميديا، مع ذلك بتوصف اللي بيحصل لك دلوقتي بدقة شديدة. أنا علاء النواوي، أهلا بيكم حلقة جديدة بنفكر بصوت عالي. ما تنسوش تشتركوا في القناة. الإمام الشافعي قال جملة أنت غالبا سمعتها قبل كده، بيقول فيها نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والحقيقة ان الجملة دي اتنسبت لناس كتير جدا بالغلط. احيانا بيقال ان قالها الخليفة رضي الله عنه عمر بن الخطاب، ناس كتيرة كمان ابن القيم احيانا قالوا ان هو اللي قالها، ولكن يعني البحث بيقول انه هذه الجملة قالها الامام الشافعي. والحقيقة انه هي اصلا جزء من جملة اطول فيها جزء تاني مهم جدا. بيقول الامام الشافعي انه تعلم من الناس امرين، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. خليك محتفظ بالنص التاني ده في دماغك، هنرجع له في الاخر شويه. طيب دلوقتي ازاي احنا نفهم الجمله دي؟ في ناس كتير بتفهمها على انها مركزه ناحيه العباده والطاعه، اشغل وقتك بالعباده والا الشيطان هياخدك في سكك انت مش عايز تاخدها فيها معصيه. وده فهم مش بطال، يعني انا مش معترض عليه، بس شايفه انه فهم ضحل جدا. يعني الحقيقه مش بيتكلم على هذه الجمله من منظور اوسع شويه، والحقيقه انا شايفه ان هو منظور اهم. فبدل ما هو بيكلمك على جمله عبقريه عميقه، حولها لك الى موعظة دينية بجدول مواعيد وبس كده، أكنك عايز تهرب من المعاصي وخلاص، ولكنه الموضوع له فهم أعمق عن كده بكتير. بس قبل ما نغوص شوية أنا عايزك تفهم مني حاجة مهمة جدا وتأكد إنك فهمتها بشكل صحيح. أنا مش جاي النهاردة أقول لك إن الراحة وحشة، الراحة جميلة، الراحة مطلوبة، كل إنسان من حقه إنه يرتاح. ونظرية إن أنت لازم طول الوقت تكون شخص منتج بتعمل حاجة رهيبة ما حصلتش، الحقيقة شخصية أنا معترض عليها وغير موافق، ومش هو ده المقصود من وجهة نظري من هذه المقولة. ولكن في فرق بين حاجتين، الفراغ والراحة. الراحة أنت بتختارها، أنت اخترت النهاردة بعد يوم عمل طويل إنك تقعد على الكنبة ما تقومش وتتفرج على فيلم في التلفزيون، دي راحة. أنت بتكافئ نفسك، حاسس إن أنت عايز ترتاح، شيء انت اخترته. انت اخترت النهارده بعد اسبوع عمل فيه كثير من الجد والتعب انك تنزل تقعد مع اصحابك على القهوه او تروح السينما، ده شيء جميل، ده مش معناه انه ده شيء سيء، ولا هو ده من وجهه نظري الباطل اللي احنا بنتكلم عليه. الراحه هي اختيار انت تقوم به. طب والفراغ؟ الفراغ هو غياب الاختيار، مساحه كده فاضيه ملهاش صاحب، محدش فاهم ايه اللي بيملاها ولا ايه اللي ممكن ينتج عنها، وهو ده اللي في رأيي الإمام الشافعي كان بيتكلم عليه. العقل الحقيقة مفهوش زرار ممكن تطفيه منه، مفيش اوف نقدر ندوس عليها فعقلنا يسكت ويبطل دوران. مهما حاولت تفضي دماغك هتلاقي مخك يروح يجيب حاجة ويبدأ يمسك فيها ويقعد يدور فيها، يقعد يفكرك بموقف محرج قديم، يقعد يقلق على اللي جاي بكرة وايه اللي ممكن تقول إليه الأمور، يخترع خناقة أو موقف تخيلي ويقعد يجري فيه. ايه مشكلة الحكاية دي؟ مشكلة الحكاية دي إنها أبواب مفتوحة. لو فكرت كده، لو انت قعدت تقلق على بكره لمده ال9 ساعات الجايين، ما انت لو بس بتقلق ده باب مفتوح عمره ما يغلق. لو هقعد افكرك بموقف محرج حصل لك زمان واندم عليه وازعل منه وبتاع، طب انا بعدين ما انا هقعد افتكره واتذكره، وايه الباب المفتوح ده؟ وهي دي مشكله هذه النوعيه من الاشياء. الخناقه المتخيله في دماغي دي ملهاش نهايه، وغالبا هتنتهي انك هتكسب وهتعيدها بكره في دماغك تاني في وقت اخر وتوصل لنفس النتيجه. أبواب مفتوحة لا نهائية، هتمسك التليفون وتقعد تسكرول، مفيش حاجة هتخلص، هتفضل تسكرول إلى ما لا نهاية. ونفس القصة، أبواب مفتوحة لا يمكن تنتهي. طب هو العقل بيحب الحكاية دي؟ بيحبها جدا جدا جدا. ليه؟ لأنها بتديله إحساس إنه بيعمل حاجة، ولكن هو في الحقيقة ما بيعملش أي حاجة. وده بالظبط هو الباطل اللي قصده الإمام الشافعي. يعني شفت، الباطل مش ضروري يبقى معصية زي ما أنت كنت متخيل. الباطل ممكن يكون إن أنت قاعد بتهري مع دماغك في ولا حاجة. هو ده الباطل اللي ملا وقتك ونفسك انشغلت بيه. بس الحقيقة أنا حابك نرجع شوية ونحاول نقارن ما بين زمان أيام ما الإمام الشافعي قال المقولة دي وما بين الوضع الحالي النهاردة. الحقيقة إنه أيام الإمام الشافعي الباطل كان بيستنى، كان بيقعد يستناك، والفراغ كان بيوصل لك ببطء.
بملل. أهم حاجة كانت موجودة في ذلك الزمن إنه كان في نهايات طبيعية. يعني إيه نهايات طبيعية؟ يعني كان في كتاب عنده عدد صفحات معين بيخلص، كان في شغلانة بتبدأ وتنتهي، اليوم بيخلص بغروب الشمس، ودي اللحظات اللي كانت نفسك بتطلع من هذه النهاية وتقف وتعمل الاختيار. أنا دلوقتي عندي وقت فراغ، أنا إيه الاختيار اللي هعمله في وقت الفراغ ده؟ هقعد أخلي دماغي تشتغل في الولا حاجة، ولا هختار إني أعمل حاجة في وقت الفراغ؟ بحب أفكرك، قلت لك في الأول إن وقت الفراغ لو أنت اخترت تملاه بحاجة هي بترفه عنك، ده مش وقت الفراغ اللي أنا بتكلم عليه. ده شيء طبيعي جدا إنك تختار إنك تملى وقت الفراغ براحة أو بترفيه. المهم في الموضوع إنك تختار. في حكايه لطيفه قوي حصلت سنه 2006. مهندس برمجيات اسمه ازا براسكن كان متضايق قوي ان هو بيضطر في صفحات البحث على جوجل ان هو يقعد يدوس نيكست بيج، الصفحه الثانيه الصفحه الثانيه الصفحه الثانيه، فاخترع اللي هو دلوقتي بقوا بيسموه الانفاينايت سكرولينج، اللي هو التصفح اللانهائي. انك تقعد كل ما تشد الصفحه تلاقي مزيد من النتائج، كل ما تقلب في الفيديوهات تلاقي مزيد من الفيديوهات، بير ملوش قرار. الحقيقه رغم انه هذا الشخص يعني بعد كده اعلن في عده مرات ان هو ندمان جدا انه اخترع هذا الاختراع بتاع التصفح اللانهائي، لانه خدته بعد كده تقريبا كل التطبيقات وبقت تطبقوا على كل حاجه. لو بصيت على فيسبوك، على انستجرام، على تيك توك، كلهم بيطبقوا نفس الحاجه، تصفح لانهائي يخليك لو انت دخلت في السكه دي ما فيهاش خروج، لانه هو ده اصلا الهدف الرئيسي بتاع هذه التطبيقات، انك تخش عليها ويخليك تقضي اكبر وقت ممكن متواجد على هذه التطبيقات. فالراجل ده في الحقيقة لو فكرت، لأن دايما بتلاقي الناس بتستخدم تعبير إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، هو الحقيقة الراجل ده ما اخترعش الإدمان، هو اخترع إنه شلك القاع، ما بقاش فيه نقطة تقدر تقف عنها وتعمل اختيار. دلوقتي حالا هو خلاص أنا تصفحت شوية، خلصت النتائج اللي أنا تصفحتها، ما بقاش في حاجة تانية أنا أتصفحها، فتديني فرصة إن أنا أعمل اختيار جديد، ربما أطلع نفسي من هذه الحلقة من الفراغ وأخش في سكة تانية. هو بقى شلك القاع ده عشان لحظة الاختيار دي ما تجيش. يعني جملة الإمام الشافعي بقت أصدق دلوقتي أكتر بكتير قوي من زمان. زمان نفسك هي اللي كانت بتشغلك بالباطل، ولكن دلوقتي في فرق مهم جدا، بقى في شركات وبزنس موديلز وفلوس بالمليارات شغلتها إن هي تشغلك بالباطل، تخليك قاعد في هذه اللحظة بتاعة عدم الاختيار، انت قاعد في التصفح اللانهائي ده عشان مخك ما يعملش اي اختيار، وبالتالي تفضل قاعد في هذه اللحظة من الفراغ. مشكلة التصفح اللانهائي ده واستخدام السوشيال ميديا بهذا الشكل المفرط انه بيخدع مخك، انت فاكر انك عندك اختيار ولكن انت في الحقيقة ما عندكش. عايز اقول لك ان انا مريت بتجربة لذيذة كده في الكام سنة اللي فاتوا دول، بالذات في الاوقات اللي انخفضت فيها اعداد الكتب اللي كنت بقرأها بشكل منتظم. انا عامة بقرأ كل يوم، او يعني الوقت المخصص اللي ممكن اقرا فيه هو الوقت اللي في نهايه اليوم بعد ما بخلص شغل واكل واقعد بالليل. ولكن الحقيقه خدت بالي ان في ايام ببقى مرهق منهك من الشغل ومش قادر اركز في موضوع القراءه. فايه الاختيار الطبيعي اللي مخي بياخدني اليه؟ ما انا عندي وقت فاضي، قاعد مثلا من الساعه 8 للساعه 11 12 لما باجي انام، فمخي يقوم بشكل تلقائي ماسك التليفون ونخش في جوله من الانفاينايت سكرولينج، التصفح اللانهائي ده على كافه التطبيقات. لاحظت مع الوقت والحقيقه باستخدام برضو احد الحاجات اللي بتتابع الصحه زي روب مثلا اللي انا لابسها دي، انه الايام اللي انا بقعد فيها في عدد ساعات طويل جدا 3 أو 4 ساعات في حاله التصفح اللانهائي دي وبعدين ادخل انام، بتبقى نومه سيئه جدا، جوده النوم فيها سيئه جدا، وغالبا بينتج عنها لانه الووب دي بتقدر تقيس توتر وانت نايم، بتلاقي ان انت نايم نوم في درجه من الضغط او الاسترس العاليه جدا. فبدات اخد بالي انه انا الانسان محتاج يلاقي حل. لو انت مش قادر تقرا يبقى اذا تحول الى شيء اخر، ولكن بلاش يبقى الشيء الاخر ده هو عدم الاختيار وانك تفضل قاعد في هذه المرحله من التصفح اللانهائي. الكلام ده حصل لي من عده سنوات يعني، ولا اخفي فيكم سرا انا مثلا ساعتها ما كنتش بستهلك اليوتيوب بالشكل الجيد، ما كنتش بستخدمه قوي يعني، يمكن قليلا جدا. وهي دي الفتره اللي من عده سنوات اكتشفت فيها البرامج الكثيره اللي بتقدم محتوى لذيذ نقدر نعتبره ترفيه ولكنه مفيد، زي مثلا الدحيح، زي في الحضاره، زي حلقات كتيره جدا، لقاءات بودكاست ناس بتتكلم فيها، بتستضيف ناس بيقدروا يقدموا قيمه وحاجه مفيده ومعلومه مفيده. فانا في الحقيقه مش بعمل حاجه موتره، ولا بعمل حاجه بتضغط عليا، ولا طالبه مني ان انا اقرا واركز او ابقى منتبه انتباه كبير جدا، ولكن في نفس الوقت هي مش شغاله لي وقتي بشيء لا نهائي. بالعكس، اتفرج على حلقه حلقتين تقفل، خلصت الحكايه، ما بقتش حلقه
مفتوحة. دلوقتي نرجع لجملة الإمام الشافعي. إيه هو الحق في الجملة دي؟ في الأصل هو الحاجات الدينية، الطاعة، كل ده شيء ممتاز، ولكن زي ما قلت لك في الأول هناك معنى أعم للحق. الحق هو أي حاجة أنت اخترتها بإرادتك، أي حاجة بتقفل بيها حلقة بدل ما تفضل متساب مفتوحة. وهنا الحاجة اللي بتوقفني فعلا، يعني الإمام الشافعي ما كانش يعرف حاجة عن المعلومات العلمية اللي احنا ربما وصلنا لها في هذه الأيام، زي مثلا الدوبامين، واللي هو ممكن يجي لنا من إحساسنا واحنا بنستهلك السوشيال ميديا، وهو ده اللي بيخلينا نستهلكها بشكل أكبر ونفضل بنقضي وقت أطول على هذه المنصات. ولكن الإمام الشافعي فضل يتأمل في النفس البشرية، ووصل لهذا القانون بهدوء وسلاسة وحطه لك، وقدرنا بعد كده نستوعبه بعد مئات السنين. يعني انت في الحقيقة انه تراث ومقولة الإمام الشافعي، والنهارده الديزاين اثكس او الديزاين برنسبلز اللي بيستخدموها شركات السوشيال ميديا عشان يخلوا الناس مرتبطة بالمنصات بتاعتهم بشكل أكبر، هي الحقيقة في الحالتين بتخاطب النفس، وبتخاطب نفس طريقة أداء العقد، إن لو في أي مساحة فاضية العقل هيملاها بأي كلام، أو النهارده في شركات هتيجي تملالك هذه المساحة. فاكر بقى النص التاني بتاع جملة الإمام الشافعي اللي احنا سبناه؟ نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. لو فكرت فيها هتلاقيه هو بيقول نفس الحاجة بالظبط، ولكن بطريقة تانية. الوقت زي نفسك بالظبط، لو انت ما اشتغلتش عليه هو هيشتغل عليك، لو انت ما قطعتهوش هو اللي هيقطعك. الحقيقة انا مش جاي اقول لك سيب الموبايل واملى وقتك بالمفيد، لان زي ما قلت لك في الاول هي دي النصائح اللي انت تتعامل معاك على انك شخص كسلان، ولكن الحقيقة الموضوع ملوش اي علاقة بالكسل. السؤال اللي عايز اسيبك بيه النهارده، لما بيحصل عندك حبة فراغ وعقلك بيقرر يملاه، مين اللي بيعمل الاختيار هنملى الفراغ ده بايه؟ انت اللي بتقرر انك تملى الفراغ، ولا في حد بيكسب فلوس بانك ما تقررش؟ اشوفكم في الحلقة القادمة.